إذا بقول لك ما لنا تعبانين يكون كذب، والله تعبانين تعبانين لأبعد حدود. أحيانا بقول يا رب دخيلك، يا رب الموت يمكن أريح من هالعيشة تحت التراب. نرجع نقول الحمد لله، الحمد لله على ما كتب رب العالمين علينا. كثرة البرد الساقعة ما يتجمد راسنا. الله أكبر. والله العظيم الكبير يا عمي ما بيتحمل مثل الولد. يمكن الولد شوي جسمه يتحمل، بس الكبير ما بيتحمل مثل الطفل الصغير. هذا أصعب شيء كان بحياتي. طلع راهو أبو يجيب حطب، رجعوا لي بقول يا عمي قوسوا لي رشي، أخذوا على المشفى، أجا أخذ أمه وراح. بعد ما في 10 دقائق جابوا لي يا مي، لقيت من هون طالعة من هون هيك فتح ببطنه وحق رصاصة. عمره 12 13 سنة. هذا القهرني بحياتي أكثر شيء، لا هلا ولا بكره ولا صير عنده. هذا القهرني عشان عودات حطب. اي والله. شفتوا الناس كيف عم تبكي، شفتوا الناس كيف مقهورة وتعبانة، شفتوا الناس كيف فقيرة ومحتاجة. هي الناس بحاجة لأي شيء تقدروا تساعدوا فيها. هي الناس بحاجة لنكون جنبهم، لنوقف جنبهم ونعينهم، مو بس بعواطفنا ودموعنا. هي الناس لازم نوقف جنبهم بمالنا، بالشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرنا عليه. هي الناس لازم نكون جنبها، لازم نأمن لهم تدفئتهم، لازم نأمن لهم طعامهم. هي الناس محتاجتنا. اللي ما تبرع بهالصقيع الشديد امتى رح يتبرع؟ قمت جيت على الخيمة ابكي مثل الولد الصغير، قد ابكي مثل الولد. ما حسين نام على العتب، منا متعودين. صدق بالله نام على المخدة ببكي، ما بحسب الفرح بعد اللي هذه ما حضرته، ما بحضر فرح. القهر في القلب. إذا الوحدة فقدت ابنها، إذا الوحدة فقدت بنتها، إذا الوحدة فقدت جوزها، إذا الوحدة فقدت رزقه، ولا إذا فقدت الوحدة تقدر تشتغل هلا تكسحنا. والله 3 بطانيات فوق مني بنرجف رجل بالبرد. في مالي مزحي غير الله، هذا بس الله. الحمد لله على نعمته ورضا. في 650 دمعة، في 650 قهر وحزن وكرب وألم. هي الناس محتاجة. هي الناس بدنا نأمنهم مواد تدفئة لفصل الشتاء إن شاء الله تعالى. الصوابي مطفية ليكم مثل ما كنتم شايفين. كم خيمة مشغلة؟ كم خيمة مشغلة؟ تقدروا تعدوهم؟ خيمة هون وخيمة هون، درجة الحرارة تحت الصفر. ما في البواري ما بيطلع منها دخنة. هي الناس درجة الحرارة تحت الصفر وما في شيء يشغلوه. طيب ما في شيء يشغلوه، مين لازم يساعدهم؟ عائلة واحدة تكفي انك ما تسأل عنهم يوم القيامة. على الأقل ما تقدر تساعدهم بتدفئة، ما تقدر تساعدهم بسلة غذائية، ما تقدر تساعدهم بكيسين حطب، ما تقدر تساعدهم بمبلغ مالي بسيط. هي الناس إذا نحن ما ساعدناها مين رح يساعدها؟ ما لهم بشر مثلهم، مثل والدتك، مثل والدك، مثل طفلك اللي بتشغل له الصوبيا من الصبح لآخر الليل وبتغطيه ب3 4 حرامات وبتلبسه كفوف وقباعة وما بتخليه يطلع. هذول من بشر مثلنا؟ هي الناس بحاجة لمساعدتنا جميعا، مش بس منظمة أو جمعية أو ربية. هي الناس لازم كلياتنا نساعدهم. عندنا 1600 مخيم، كل مخيم فيه 600 عائلة، ما حدا بيقدر يساعدهم إلا إذا كلياتنا اجتمعنا لمساعدتهم. بهمتكم يا كرام بدنا نأمن أكثر من 100 طن حطب لأكثر من 650 عائلة. تبرع باللي بتقدر عليه، ولو دولار واحد، ولو ليرة تركية واحدة، ولو ريال واحد. تبرع باللي بتقدر عليه، عسى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا تقصيرنا تجاه هي الناس. وجزاكم الله كل خير.